الفيديو ده تصلي على النبي وتحمد ربنا، لان اللي ورا الجراج ده كارثه انا نفسي ما توقعتهاش. اهل المنطقه تواصلوا معايا وقالوا لي ان اللي في الجراج ده راجل على قد حاله، ظروفه صعبه جدا، وقاعد في الجراج ده على طول، ده بيته وده مكانه وده مكان شغله وده كل حاجه ليه. فتعال نشوف قصته ايه بس يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا حاج، عامل ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. انا اسف لو كنت دخلت يعني ممكن اتفضل ادخل؟ ورزمك يا حاج. السيد حسن اليماني. انت تعرفني اصلا ولا اخد بالي من حضرتك. يعني عارفني ولا لا؟ ايوه. انا اهل المنطقه طبعا دلوني على حضرتك وقالوا لي يعني على وضعك ومكانك واللي انت فيه. يعني استاذنك بس ممكن اصور معاك حلقه واعرض حالتك، لعل انه يبقى في حد يساعدك ويبقى جنبك. ربنا يقدم في الخير. انا اسف لو كنت دخلت لا في وقت مش مناسب. يعني انا شايف يعني ان المكان يعني مش يعني مكان شغلك. ده المكان اللي انا ببات فيه زي ما حضرتك شايف اهو. الراجل صاحب المكنه ده لما لقاني قاعد من غير شغل ركب لي حته حديد على الفرامل. هستأذنك بس هديك المايك ده بس تلبسه. اتفضل. ده التوك توك ده اشتغل عليه لحسابه، يعني جار يوم بجيب مصروفي ولقمتي. ماشي. ولما لقاني بنام في الشارع قال لي نام في الجراج، وعشان اقدر اتحكم في المكنه عشان انا معاق من صغري. انت اصلا معاق من صغري والله العظيم. ده من صغري شلل الاطفال. ربنا يديك الصحه يا حاج. فهو يشكر عمل لي حته حديده الفرامل، ممكن حضرتك تشوفها. كان بتفرمل بايدك يعني؟ كله بالايد. كله بالايد عشان رجلي اقدر اتحكم في المكنه ما فيش رجل. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه. وحتى حضرتك يا حاج انت بتنام فين؟ انا بنام هنا زي ما حضرتك شايف. هنا؟ بفرد ازاي يا حاج؟ طب الناموس ما بيضايقكش؟ طيب هعمل ايه؟ ما بتتضايقش من الناموس؟ ما بتتضايقش من اي حاجه هنا؟ لا كلها طبعا ببقى خايف، مش هكدب على حضرتك. ايوه. لان مره من المرات بفتح الباب لقيت تعبان. الحمد لله. غير القطط لما بيكون الجو كاتمه. طب ايه اللي وصلك كده يا حاج اللي انت فيه ده؟ طيب ايه اللي حصل؟ طيب يعني كانت الحمد لله كنت موظف، فابني حصل له يعني عمل مشكله واتحبس فيها، فغبت 28 يوم. جميل. طلعوا لي قرار فصل. حاولت ارجع ما عرفتش، وعشان ارجع محامي، والمحامي عايز فلوس وانا ما فيش دخل. ده كان دخل. كان عندي بيت، بس غلطه بقى ان انا كتبته باسم الجماعه في بلدي. طب هي موجوده معاك دلوقتي ولا؟ لا هي منفصل عنها بسبب حادثه حصلت لي، وجم الناس. حماده عامر لو تعرفه. عارفه طبعا، راجل محترم. وابوه الله يرحمه وجوز اخته احمد شالوني من تحت تريلا. كان التوك توك فوقي، كنت عامل حادثه والتريلا عدت من فوق. هم اللي خدوني وودوني المستشفى وفضلوا معايا. طب هو يعني انت اكيد كان عندك بيت، كان عندك مكان قاعد فيه اكيد يعني طبعا. ايوه كان عندي، بس سبب انفصاله وسبب بعد عن البيت ان لما خدوني وانا متجبس ومتبهدل للجماعه بتوعي، قالت لهم مانيش فاضياله، له اهل روحوا ودوهم ليه. اختي الله يصلح حالها هي اللي شالتني. سنه و4 اشهر نام على ظهري ما بتحركش. طب هو انت يا حاج طيب انت المفروض الميعاد ده ميعاد شغل ليك. انا بخرج الفجريه ماشي. لان مرتبط بزباين بيبقوا راجعين، شباب راجعين من شغلهم. جميل. الساعه 2:30 3 باجي لحد الساعه 4 وباجي اريح اكل لقمتي وعلى المغرب اكون نايم. طب يا حاج، طب حضرتك قلت لي اسمك ايه؟ السيد حسن اليماني. السيد حسن يماني. طب بص يا عم السيد، يعني انا دلوقتي انت المفروض قاعد هنا نايم هنا بتنام هنا. ايوه. والمفروض شغال على التوك توك وبتطلع بس ايه مع زباين معينه. ايوه تمام. عشان طبعا انت مش هتقدر تشتغل عدد الساعات لان ما الطبيعيه. بقدر اقعد مده طويله. طب ماشي يا حاج، انت محتاج ايه؟ انت ايه اللي انت محتاجه؟ انا طبعا برنامج على الفيسبوك انا معرفتك في البدايه. طبعا عندنا الساده المشاهدين في منهم ناس محترمه بيساعدوا. شوف انت محتاج ايه وشوف انت محتاجه ايه من الساده المشاهدين ووجهه وقول انا محتاج 1 2 3 4.
وباذن الله مفيش حد هيأثر معاك كل يعني. اللي محتاجه يعني لو اوضه بحمام اوضه بحق. وحاجه تكون ثابته دخل، شغل يعني ثابت. حد يساعدني يعني ان انا اجيب حاجه قديمه زي دي كده. طبعا يا تكتب. جماعه انا اسف ان انا قطعتك. بصوا يا جماعه انا عايز بس افرجكم على المكان اللي هو قاعد فيه. بصوا يا جماعه تعالى كده يا اسلام، بص فرجهم كده على السقف والمكان ده اصلا يعتبر شكله ورشه اصلا، مش اوضه او جراج، ورشه وجراج. واحنا عايزين نوفر للراجل المحترم ده مكان يقعد فيه، وزي وظيفه، مش هنقول وظيفه حلوه قوي، احنا عايزين وظيفه تليق بالراجل المحترم ده. احنا مش عايزين حاجه يعني، مش هو الراجل المحترم ده مش طالب حاجه جامده يعني، هو طالب بس ايه، عيشه كويسه مش اكتر. صح. وانت حضرتك يعني انا زي ابنك، وقلت لك برضو لو احتجت اي حاجه انا هسيب رقمي معاك. ماشي. لو احتجت اي حاجه رن عليا، وباذن الله اللي في الخير ربنا يقدمه. والله ربنا يرضى والله. احتجت اي حاجه في اي وقت رن عليا، انا هسيب لك رقمي بعد الفيديو، رن عليا في اي وقت انا تحت امرك. خلاص باذن الله. انت مش محتاج تقول اي حاجه قبل ما اقفل الفيديو. لا، الله يخليك، هو ده كل اللي انا عايزه، مفيش اي حاجه. زيع زي حاجه. ماشي. خلي الله بالك، يخليك. مش محتاج اي حاجه. سلامت. ماشي يا حاج، سلام. سعيد، السلام عليكم. السلام.